نتكلم دلوقتي عن الانيميا الفسيولوجيه في الاطفال. فسيولوجيه يعني حاجه طبيعيه، في حاجات فسيولوجيه بتحصل في الاطفال في الاول بنفتكرها امراض بنضطر ان احنا نكشف عليها، وفي الاخر هي حاجات طبيعيه، زي المغص الفسيولوجي عياط متواصل للاطفال وهعمل عنه فيديو لوحده، زي الصفرة الفسيولوجيه، زي الانيميا الفسيولوجيه، وزي حاجات تانية كتير. طيب انيميا فسيولوجيه بمعنى ايه؟ معناها دي انيميا بتبقى موجوده عند الاطفال، مش مرضيه ومش محتاجه علاج وهتروح لوحدها. الانيميا ديت عشان نعرفها هي بتبقى في الطفل طبيعي كويس، بيرضع كويس، بيزيد كويس في الوزن، ولكن نبص نلاقي الطفل عنده انيميا بتبدا تظهر من الاسبوع الاول عند الطفل، وتبدا تزيد تدريجي لحد شهرين ونص بتبدا ان هي تروح. في الطفل المولود كامل النمو، الطفل نازل في ميعاده، ممكن تنزل الانيميا لحد ما توصل لحد 10 مثلا. طيب في الطفل النازل بدري عن ميعاده بتنزل لمستويات اقل من كده، ممكن توصل لحد 9 ولحد 7. ولكن نطمن ان احنا معدل ضربات القلب عند الطفل يكون طبيعي، الدكتور بيقدره وبيشوف هل معدل ضربات الطفل زايد عن الطبيعي في جسمه، بيحاول يعوض ان في انيميا فعلا ولا لا، ولا دي انيميا فسيولوجيه والجسم معوضها وضربات القلب مناسب لعمر الطفل ولا لا. بنبدا ان هل الطفل بيزيد في الوزن ولا ما بيزيدش، هل الطفل بيرضع كويس ولا ما بيرضعش، عشان نقرر الانيميا دي انيميا فسيولوجيه ولا انيميا مرضيه. ولكن الانيميا دي موجوده في اغلب الاطفال، قليل اللي مش بتجيله انيميا فسيولوجيه، بتيجي لاغلب الاطفال. الاطفال بيتولدوا بانيميا عاليه شويه عن الطبيعي، مش انيميا بهيموجلوبين يعني عالي شويه عن الطبيعي، ممكن يوصل ل 16 يوصل ل 18، وبيبدا اول اسبوع موجود بينزل تدريجي، وتبدا من الاسبوع الاول تنزل زي ما قلنا لحد شهرين ونص. الفتره دي اغلب الاطفال لو حللنا هنلاقي انيميا. فلو انا بحلله لاي سبب ولقيت انيميا، طالما الطفل بيزيد في الوزن والدكتور قدر ضربات القلب كويسه، ما اتخضش واقول لا الطفل اخاف عليه، بالذات لو وصل 8 و7. لو ضربات القلب كويسه والطفل بيزيد مفيش مشكله، ما اخشش بقى في حته الحق ده الطفل عايز نقل دم وكلام من ده، ما بتتقدرش بكده خالص، ليها عوامل تانية. موضوع نقل الدم ده قصه كبيره بره عن الكلام ده خالص. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه، واللي ما يعرفش بنفتح اليوتيوب وبنكتب اسم القناه من هنا، بنكتب افهم طفلك دكتور اسلام عزام، بيطلع لنا اسم القناه بنختارها، نعمل سبسكرايب للقناه، بنفعل زر الجرس، بنضغط عليه وبنختار اول عشان يوصلنا كل الفيديوهات الجديده. وما ننساش نعمل لايك وشير للفيديوهات. نختار فيديو زي كده، نضغط على لايك من هنا، نضغط على شير ونختار هنشيره على الواتس او الفيس.